سلام حبوباتي، إن شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم أكلة تقليدية جزائرية واللي هو العيش، وفي مناطق أخرى يقولوا له البركوكس. جاي مفتول بليد وجاي بفروج العرب، يعني مش دجاج تريسيتي، يعني دجاج العرب. يجي بنين وفيه ريحة زمان وحار ومحرحر. إن شاء الله ينال إعجابكم وتجربوه. نبداو على بركة الله بالمقادير تاع المرقة نتاعنا. عندنا الفول اللي كنت طيبته نص طياب ومن بعد يكمل في المرقة. عندي حبة طوماطيش ربيتها، البصل والثوم، الفلفل اليابس الحار، لي زيبيس، فلفل احمر، الدوال المخلط، الملح والفلفل الاسود، والطماطم المعلبة والزيت. ولا هنا فروج العرب، يعني دجاج العرب مش دجاج تريسيتي، يعني يجي لحمه قاسي وحمر، يعني بنة ما شاء الله. لهنا نحطو الزيت نقليو مليح كما وصيتكم. ديما تقليو مليح، تنقصوا النار. نقليو الطوماطيش والبصل والثوم مليح. نضيفوا الفلفل اليابس اللي كنت هرسته، يعني العيش البركوكس لازم يكون حار. لي زيبيس، فلفل احمر، دوال مخلط، الملح والفلفل الاسود. ونزيد اللوح الفلفل اليابس، ماهوش شي مهرس. نخلوهم يتقلاو مليح وبعقلهم. نضيفوا الطماطم المعلبة، يعني نقليوها مليح. لهنا كي يتقلاو مليح نضيفوا الدجاج نتاعنا. كما قلت لكم الدجاج راهو فروج العرب، يعني دجاج العرب ماشي دجاج تريسيتي، راح يكون فيه بنة وما يطيبش فم، يعني يطول شوية في الطياب، ماشي كيما الدجاج تاع تريسيتي يطيب بالخف. لهنا نقصلو النار ونخليه يتقلب عقلو. ولا هنا حبة تاع الزرودية قطعتها صغيرة وضفتها، تعطي البنة للبركوكس نتاعكم. ونضيفوا الفول اللي كنت طيبته نص طياب ومن بعد يكمل. لهنا كي يتقلاو مليح نضيفوا الماء السخون، يعني يكونوا سخنا الماء ضفناه نمرقوا به ونخلوه يطيب بعقله. إلا هنا طاب معانا نحطوا الفلفل، لازم يكون حار، يعني لازم الفلفل لازم يكون. إلا هنا حبوباتي الطريقة نتاع العيش المفتول، حنا ما نشتوش العيش نتاع السوق ما يقنعناش، يعني ما ربي يحفظها هي اللي راهي تفتل. يعني الطريقة بإذن الله يعني يجي نهار نحطها لكم في قناتي خطوة بخطوة. لهنا راهي تفتل ماما، يعني ساهل. حاطة الدقيق قدامها وحاطة الماء
وتفتل بشويه والحبه راهي تطلع معاها. يعني تضيف شويه ماء شويه دقيق وراهي تفتل، يعني بشوي بشوي يطلع معاها. ناس بكري يعني مازالوا محافظين على تقاليدهم. احنا تاع السوق، العيش تاع السوق نحسوه ما يقنعش، يعني بكل صراحة، يعني ساهل، يعني بشوية بشوية نتحسيه كثر، يعني الحبة تاعو فم تطلع. لهنا راهي تضيف في الدقيق كما قلت لكم شوية دقيق شوية ماء وبشوية، يعني ما كانش كما ريحة زمان وحاجة تاع ليد، يعني تجي بنينة ويشبع. تاع السوق ما يقنعش، يعني صراحة ما يقنعش. لهنا بالطريقة هذه كاين اللي يفتلو خشين، كاين اللي يفتلو حبتو تكون رقيقة، يعني فتلاتو كمل. لهنا شوفوا ما شاء الله، يعني حبة بحبة. ولهنا نحطوه يفور الفورة الأولى. لهنا كي حطيناه في الفورة الأولى نرشنوه بالماء، نشربوه بالماء، شربوه مليح بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا. نشربوه مليح، وكي يشرب مليح نزيدوله الفورة الثانية، يعني فور خطرتين فقط، لأن حتى يشرب مليح ونزيدو نفوروه. لهنا كي فورناه الفورة الثانية ضفنا له 2 مغارف تاع زيت بالطريقة هذه، يعني فور خطرتين فقط. إلا هنا نضيفوه في المرقة تاعنا اللي نحينا لها الدجاج وقعدت لاصوص، ضفنا لها العيش نتاعنا، يعني نضيفوه بشوية بالطريقة هذه. يعني كي تكون طابت المرقة وجدت نحيو الدجاج والعيش نتاعنا فار وكمل، نحطوه. لهنا هذا هو العيش التقليدي البركوكس، تقليدي جزائري حار ومحرحر وبنين بزاف بزاف، وخاصة بفروج العرب، يعني الدجاج العرب راح يعطي بنة ما تصدقوش يا البنات. ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه، وما تنساوش تقاليدنا، يعني تقاليدنا، يعني اكلات التقليدية الجزائرية بصفة عامة تجي بزاف بزاف بنينة. ان شاء الله ينال اعجابكم، تجربوا. ما تنساوش حنوناتي تدعموني في القناة باشتراك وتعليق، وما تنساونيش. وان شاء الله نجيب لكم غير الحاجة اللي تعجبكم وسهلة عليكم اقتصادية. شاهدكم في الجنة، الى اللقاء حبوباتي.